وإلى جانب الأنشطة التنموية المختلفة على المستوى الداخلي، كان لابد للمغرب من التفتح على العالم الخارجي، وكان من الطبيعي أن يهتم بمشاكل المنطقة، خصوصا مساندة كفاح الشعب الجزائري الشقيق من أجل الاستقلال. وفي هذا الإطار تدخل الزيارات المتكررة لأعضاء الحكومة المؤقتة الجزائرية، وعلى رأسهم السيد فرحات عباس. كان لابد المغرب من التفتح على العالم الخارجي، وكان من الطبيعي أن يهتم بمشاكل المنطقة، خصوصا كان لابد المغرب من التفتح على العالم الخارجي، وكان من الطبيعي أن يهتم بمشاكل المنطقة، خصوصا كان لابد المغرب من التفتح على العالم الخارجي، وكان من الطبيعي أن يهتم بمشاكل المنطقة، خصوصا كان لابد المغرب من التفتح على العالم الخارجي، وكان من الطبيعي أن يهتم بمشاكل المنطقة، خصوصا. وإلى جانب الأنشطة التنموية المختلفة على المستوى الداخلي، كان لابد للمغرب من التفتح على العالم الخارجي، وكان من الطبيعي أن يهتم بمشاكل المنطقة، خصوصا مساندة كفاح الشعب الجزائري الشقيق من أجل الاستقلال. وفي هذا الإطار تدخل الزيارات المتكررة لأعضاء الحكومة المؤقتة الجزائرية، وعلى رأسهم السيد فرحات عباس.